ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبة شانل. يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة غدا حلوة كده وسريعة وجديدة مختلفة، اسمها سرر الأوزي. دي أصلا وجبة سورية. شكلها حلو زي ما انتوا شفتوا كده. هنعملها مع بعض بقى، هقول لكم كل التفاصيل بتاعتها. أول حاجة أنا جبت الفراخ صدور، قطعتها بالشكل الرفيع ده، وبنحط لها التوابل ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، بس كده، ما حطيتش اي حاجه تاني. بهارات الفراخ اللي هي نوعها باب الشام دي حلوة أوي، مبتحتاجش بصراحة ان انا احط معاها حاجة تاني. وعليها بسلة وجزر، يعني حبة صغيرين مش كتير، زي ما انتوا شايفين كده الكمية بتاعتها. وبعد كده هنزل عليهم برز بسمتي، انا غسلاه بس كده، حطيته فوقيهم. وهنسوي بقى كله مع بعضه في نفس الحلة. هقلبه تقلبتين كده، شوية شوحه شوية كده مع الخضار. وبعد كده هنزل عليه بمية مغلية عادي. انا بس في حاجة نسيت اعملها في الخطوة دي بقى. كنت مستعجلة بصراحة، فجيت حطيت بسرعة بسرعة. أنا كان المفروض أعمل بصل على الكبة، اللي هو البصل رفيع قوي كده مبشور، أو على الكبة، أحطه مع الفراخ. بس أنا بصراحة كنت مستعجلة فنسيت خالص، معرفش راح من دماغي خالص. فأنا حبيت أقول لكم يعني الخطوة اللي أنا نسيتها بقى. المختلف بقى ان بعد كده عقبال ما الرز يستوي هنعمل، جبت طبق، الطبق ده صغير، هو مش كبير خالص، هو ممكن باين في التصوير كبير بس هو صغير قوي. يعني مثلا ممكن قد سلطانية الشوربة كده، يعني اي طبق عندك سواء بلاستيك او صيني اي حاجة، شكله زي كده يعني، غويط كده لتحت. بحط فيه، دهنته سمنة، وبعدين حطيت ورقة الجلاش، وبعدين هحط الورقة التانية. الوصفة دي أنا شُفت بصراحة شيف بيعملوها كتير، كذا شيف يعني، فأنا مش عارفة أقول إن أنا شُفتها عند أنهي شيف. شيفات كتير بس كلّهم سوريين عملوها بالطريقة دي. بس كانوا بيستخدموا لحمة مفرومة بدل الفراخ. فأنا حبيت أعملها بالفراخ، يعني قُلت عادي هتنفع أكيد بالفراخ، هتبقى حلوة برضه. وقُلت برضه مرّة تانية أجرّبها بلحمة مفرومة، بس أنا يومها يعني كنت مطلّعة فراخ وكده، فعشان كده عملتها بالفراخ. باللحمة برضه أكيد هتبقى حلوة بلحمة مفرومة. فأنا هاجرّبها مرّة كده ومرّة كده، يعني قُلنا نغيّر فيها مع بعض. بنحط بقى الرز ده استوى تمامًا، يعني خلاص مستوي، مش نُص سِوَى ولا أي حاجة، مستوي تمامًا. حطيته، وهابدأ بقى أقفّل عليه الجلاش كده. أنا حطيت ورقتين بس، ودهنت ما بينهم سمنة. لو حابين تحطوا أكتر حطوا، بس أنا حسيت إن الورقتين دول كانوا كفاية قوي، يعني ما حبيتش إن هو يبقى أكتر من كده. وحجم الطبق يرجع لك، والعدد طبقات الجلاش يرجع لك، يعني حسب اللي انت عايزاه. هي بصراحة حلوة، يعني هي فكرتها حلوة ان هي جلاش ورز، هي غريبة شوية بس طعمها حلو. يعني الميكس ده مع بعضه حلو. حطيت على الوش كده كل واحدة عليها كام لوزية كده، 3 4 لوزات كده على الوش. والصينية طبعًا أنا دهناها سمنة، وصينية تيفال عشان ما يلزقش، وحطيتها في الفرن، كنت معلية الفرن على آخرها من قبل ما أعمل أي حاجة، وحطيتها في الفرن سخنة. قُلت هاعمل معاها سلطة زبادي. السلطة دي طبعًا سهلة جدًا، أنتم عارفين هي زبادي على مايونيز على خيار على شوية عسل، عسل أبيض، بس كده. أنا بس مسرعة خطوات الزبادي، لأن هي ما فيهاش حاجة، زبادي على مايونيز على خيار على شوية عسل، ومش باحط لها ملح ولا حاجة. الجلاش أنا ما ولعتش عليه الشواية ولا أي حاجة، سِبته لحد ما احمر كده وبقى لونه جميل، ورُحت مغطياه بكيس كده، علشان ده كيس تلاجة عادي، فتحته كده بالمقص وغطيته وهو سخن، عشان بس البخار بتاعه يطريه، ما يبقاش وشه ناشف أوي، يعني يبقى حلو كده. دي اللي كانت في صينية لوحدها أهي، أنا كنت عاملاها يعني عشان طلعتها قبل التانيين لأن هي احمرت بسرعة. ودي اللي كانوا مع بعض في الصينية، خلاص طريت شوية وبقت حلوة. ده شكلها، وقطعتها كده بالسكينة من النص، ده شكلها. بصوا الرز فيها حلو ومفلفل وجميل. هصورها لكم برضو من قريب اهي عشان تشوفوها. حلوة قوي وبجد طعمها مختلف وجميل وحلوة جدا. يعني اتمنى انتوا تجربوها، واتمنى ان هي تعجبكم بجد زي ما هي عجبتني. كان جنبها سلطة زبادي، ومش محتاجين اي حاجة تانية، وجبة متكاملة فيها كل حاجة.